يا مساء الهنا، وحشتوني كتير كتير متابعيني حبايبي. عاملين ايه النهاردة؟ انا هعمل معاكم بقى، زهقنا من الاكل كله. قلت هعمل ايه، شوية كبسة فراخ كده ودمتم. يعني هي ان شاء الله الوجبة كده دي كلناها كده كانت رائعة مع شوية مخلل كده او شوية سلطة وبألف هنا. عندنا للكبسة بصلاية متوسطة، وعندنا 3 كوبايات رز بسمتي، وكمان معلقتين توم، والتوابل الجافة عندي ورق لورا، ليمون، قرنفل، حبهان لو عندي. انا بصراحة ما كانش عندي قرفة عيدان، وعندي توابل ملح وفلفل وبهارات 7 وكمون وكمان فلفل اسود. في الحلة كده هحط ومكعبين صحيح مرقة كمان. في الحلة حطيت قطعتين زبدة كده مع شوية زيت، وبدأنا نقلب فيهم. قطعت معاهم البصلاية قطع صغيرة، وبدأنا نشوح فيها في البصلاية. هنزل كمان بمعلقتين الثوم ونشوح. يعني عايزة اقول لكم اكلة سريعة جدا، ومش عايزة اقول لكم على جمالها، عجبت الولاد جدا. وكمان عشان البصل يتكرمل ويدي معاه اللون البني اللي احنا بنحبه ده في الكبسة، وبناكله في المطاعم بره في هايبر وفي المطاعم بره، ونقول بيجيبوا اللون البني ده منين؟ من ده حطي معلقة سكر وسيبيها تتكرمل مع البصل والثوم. انزلي بالتوابل الجافة، حطيت الليمون، حطيت ورق اللورة، وكمان عود القرفة والقرنفل، وتفضلي تقلبي. ما تخافيش مش هتتحرق، هو بيتكرمل. البصل بمجرد انت حبيبتي ما حطيتي عليه السكر مش هيتحرق، هيتكرمل بس ويديك اللون البني اللي انت عايزاه. بعدها كمان انزلي بمكعبين المرقة، وانزلي كمان بمعلقتين صلصة والتوابل المفرومة، وقلبي كويس جدا مع بعض. شوحيهم بقى بصي بقى، مش عايزه اقولك على الريحه، اتفرجي على الريحه، كفايه الريحه بس. عملنا بعد كده ايه؟ نزلتي طبعا بالفراخ. انا طبعا غسلاها ومخلياها زي الفل ونقعاها في المحلول بتاعي، اللي هو بيبقى عبارة عن ملح وسكر وليمون وقرنفل و... شوية خل. وتسيبي الفراخ هتلاقيها بتنزل كل اللي فيها في المية بتاعتها. وصفيتها بعد كده ونزلت بالفراخ وشوحيها معاهم. افضلي شوحي فيها لغاية ما تلاقي المسام بتاعتها اتقفلت كده وخدت لون المتشوح البني ده الجميل. وابدأي بعد كده انزلي عليها بالمية المغلية. عايزة تقطعي الفرخة 8 براحتك. في ناس بتحب الفراخ كده جوه الكبسة، جوه الرز، مدفونة جوه الرز، حتى بره بيسموها المدفون. مفيش مشاكل. عايزة تخليها كده زي ما انا بعملها بطريقتي دي، بشوحها وبسلقها في الشوربة لغاية ما تستوي خالص خالص، استوى كامل. وبعدين بشيلها من الشوربة وبحط عليها تتبيلة كده، وبنزل بحطها في الفرن. اهو انا نزلت عليها اتشوحت كويس جدا. نزلت عليها بالمية المغلية من الكتل، ما تضيفلهاش ميه بارده، لا نزلي لها ميه مغليه وخلاص. هتبدا تغلي، هسيبها تغلي، هسيبها تستوي اكنها شوربه الفراخ العاديه بتاعتي. وبصراحة أنا الفرخة دي كانت بلدي، لأني بدال كنت عايزة كده الرز البسمتي بتاع الكبسة، عايزاه بيمغ كده، عايزاه حاجة كده حلوة. فأنا قررت اللي أنا هجيب الفرخة بلدي، وحطيتها نقعت بعد كده 3 كوبايات رز. غسلتهم ونقعتهم لمدة 10 دقايق وصفتهم. لغاية سبتهم طبعا لغاية ما الفراخ خدت تسويتها كاملة، لأنها هتخش الفرن هتاخد وش بس، مش هتستوي، هتاخد وش بس. نقيت الرز كويس جدا الحاجات اللي فيه ورحت غسلاه ونقعته وسبته 10 دقايق، وبعدين صفيته. عملت ايه يا بسمة بعد كده؟ انا كده نقعاه، وعملت بقى هبدأ اعمل الكفر بتاع الفرخة اللي هدخلها بيها بقى ايه الفرن. خدت معلقتين عسل اسمر كده مع معلقتين صلصة وشوية زيت والتوابل بتاعتك. يا لهوي يا لهوي بقى على طعم الفراخ. عايزين طعم اكتر من كده ايه يعني؟ كمية التوابل دي في السليق ما بتتسلق دلوقتي، وكمان الوش بتاعها ياخد كفر وكمية طعم. مش عايزه اقول لكم العسل الاسمر معلقه مش هيأثر في طعمها،
معلقه، وهتنزلي بالملح بتاعك اهو زي ما انا نزلت، هتعادلي معلقه العسل دي. يعني يقول لي ايه، طيب هو العسل مش هتطلع الفراخ مسكره؟ لا مش مسكره والله، ده هي عشان يديها اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه في اخر ده للفراخ. نزلت كمان مع الملح، هتنزلي كمان بنص معلقه فلفل اسود وشويه زيت. والفراخ بصوا، هي الفراخ مسلوقه مسلوقه عامله ازاي، لونها عامل ازاي. حطيتها في صينيه كده بايركس وهدهن الوش بتاعها. والرز اهو خلاص انا نقعته 10 دقايق عقبال ما الفراخ اتسلقت، وصفيته كويس جدا وعندي زي الفل. هبدا الاول الفرن فتحته بقى، وهتحطي على طول الفراخ بتاعتك بعد ما تدهني الوش بتاعها. هتشغلي عليها الشوايه، مش هتشغلي عليها الفرن من تحت، هي مستويه وزي الفل، وما تطلعهاش من حلتك الا تكون مستويه خالص. اديتها الكفر بتاعها للفرخة كلها، بعدين دخلتها الفرن على اعلى حاجة في الشواية. خدت اهو بعد ما عملت الفرخة كلها، خدت الكفر بتاعها وخدت الشوي. والرز خلاص الشوربة لسه بتغلي، مطرح ما شلت الفراخ منها هنزل على طول بيها فين، على الشوربة مكان الفراخ. اهو نزلت بالرز على الشوربة، لقيت الشوربة كتير على الرز، قللي انتي عين نفسك. بصوا الفراخ انا طلعتها كده من الفرن، روعة بصراحة روعة. اديتها بقى التاتش كده بتاعي شغلت فحماية ورحت حطاها في وسط الفراخ، ورحت مغطياه. يا لهوي على الجمال والريحة، ريحتك كده ريحة شقتك بأكلك تتجاب من على السلم. حطيت عليها حبة زيت، واوعي تحطي الفحم مباشرة في الصينية او على الفراخ او على الكفتة بتاعتك، لا دايما لحتة فويل، لا طبق ألمونيوم زي الصغنوني ده، وتحطي فيه حتة الفحمة وتاخديها وعلى الباسكت بتاع الزبالة وخلاص. صبيت اهو الرز خلاص استوى بقى زي الفل. حطيت عليه الفراخ حواليه، وبعدين حبة زيتون كده ودمتم. مش عايزة اكتر من كده، وبألف هنا. وما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش في الدعوات. ولو انت مش مشتركة معايا اشتركي في قناتي طبختي مع بسمتي، يشرفني. شكرا ليكم.